السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد من قناه اكلات فريده. طبعا رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. ورمضان ما يستغناش عن الفول المدمس التحفه اللي احنا بنعمله في البيت. هنعمله حلو جدا ومكونات بسيطه جدا جدا، ويطلع معاكي طري وكريمي وتحفه واحلى كتير من بتاع العربيات. كنا عملناه قبل كده مع بعض الفيديو، المره دي هنعمله بطريقه ابسط واسرع كتير ومن غير اي افتكاسات ولا حاجات صعبه خالص. شايفين الجمال؟ عملناه شويه في العلبه وشويه في الاكياس. هنقول كل التفاصيل، يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. اول حاجه عندي ده نص كيلو من الفول الانجليزي اللي يكون بحجم صغير. حبه بلدي مفيش مشكله، بس انا جربت الانجليزي بصراحه وطلع معايا كويس جدا جدا. وطبعا بنقعه ليله كامله بميه دافيه، واحط عليه كمان فنجان صغير من البليله او الغله كلنا عارفينها، ولو عايز حابه تستبدليها لو هي مش عندك استبدليها بفنجان من الرز الابيض. وننقعها ليله كامله. لو انت ما عندكيش مساحه من الوقت ومستعجله، اقل مده ممكن تنقعي فيها الفول 4-5 ساعات، ما تحاوليش اقل من كده علشان كمان لسه هياخد وقت كتير قوي على النار. هنجيب بقى طبعا الدماسه بتاعتنا بالشكل التحفه ده، ونبدا طبعا بعد ما صفيناه من الميه بتاعته هنحط نص الكميه اللي في البوله عندي من الفول ومن القمح في نص الدماسه بالطريقه دي. وبعد كده كمان عندي نص كوب من العدس، نقعاه بس نص ساعه في ميه. وبعد كده اقوم حاطه العدس في النص، وبعدين اكمل بقيه الفول اللي باقي عندي في البوله بالطريقه دي، علشان عايزه العدس يكون في نص كده الدماسه بتاعتي ويندمج مع بقيه المكونات ويضيف في وسطيها ويطعم بيها يبقى تحفه. زي ما انتم شايفين كده، وريكم اهو بعد ما خلصت الكميه كلها. احاول على قد ما اقدر ما املاش الدماسه على الاخر، يعني كفايه اول حد الحز اللي موجود في الدماسه علشان ما يبهدلكيش الدنيا ويفور منك، وعلشان كمان يبقى فيه مساحه كده ان هو يستوي كويس معاكي. هنجيب كمان عصير ليمونه كبيره اعصرها كويس فوق كل المكونات دي، وهحط كمان معلقه كبيره من البابريكا. انا نسيت اصورها معاكم بالطريقه دي كده. وبعد كده اجيب 5 فصوص من الثوم. الكميات دي كلها يا جماعه على نص كيلو من الفول. كل ما تزودي الكميه معاكي هتزودي بقيه المكونات حسب الضعف او زي ما هتزودي. طبعا الكميه دي تقعد معايا اسبوع في الفريزر، مفروزاها في اكياس علشان السحور اليومي بتاع رمضان. طبعا انا بفضل تبقى كل اسبوع اقصى مده عشان كمان يبقى فريش معاكي وطعمه لذيذ وحلو. هو هيقعد معاكي كل حاجه، ولكن ما تزوديش عن كده عشان يبقى اطعم معاكي وطعمه لذيذ. طبعا لازم احط ميه مغليه من الكتل او ميه مغليه عموما، ما ينفعش احط ميه بارده خالص علشان اول ما نحطه على النار يخش في الغليان بسرعه ويبدا يستوي معايا. انا كنت مجهزه الكتل يغلي جنبي، وبعدين اول ما غلي قمت مغطيه لحد الحز المسموح برضو اللي هو موجود في الدماسه، وغطي كويس جدا جدا لحد ما اسمع التكه بتاعت الغطا ديت. هم اصلا بيبقى عاملها اوريدي فيها مساحه كده عشان تبقى معاكي تكه تبقى مقفوله كويس جدا وتبخر نفسها من جوه وتستوي اسرع. ههدي النار تماما زي ما انا وريتكم كده عليها علشان ما تحرقش مني من تحت، وكمان النتيجه تبقى كويسه. تقعد معاكي 5-6 ساعات زي ما تيجي، مفيش مشكله خالص. اعمليها كده من بعد الفطار وتاكلي منها على السحور تبقى زي الفل. التركية الحلوة قوي بقى اللي هتخليها زي فل العربيات بالظبط واحلى، وهتخليها كمان لونها حلو وكريمي جدا، ان انا هجيب معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم، وعليها كمان معلقه من النشا، وعليها نص عصير ليمونه، وميه مغليه من الكتل حوالي ربع كوب بالطريقه دي، واقلب كويس لحد ما ادوب المكونات الحلوه دي معايا كويس قوي 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 وتدوب تماما. هبدا افتح معاكم بعد ما تدوب كويس واقلبها تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا افتح معاكم بقى الدماسه، وطبعا في اثناء ما كانت على النار انا كل شويه كده اقلب، ولما الاقي ميه قلت بزود ميه تاني لحد ما تكمل سواها تماما. لازم ميه مغليه، اوعي تزودي ميه بارده عشان هترجعي لنقطه الصفر وطعمها يبقى ماسخ ومش حلو. لازم ميه سخنه اللي هتزوديها، خلي جنبك دايما الكاتل شغال وزودي ميه سخنه كل ما تقل معاكي. انا ضفت بقى المكونات اللي احنا عملناها مع بعض، الصلصه بالنشا بكله فوق الفول، وهقلب كويس قوي كام تقليبه كده، وهسيبهم حوالي كمان نص ساعه يغلوا مع بعض كده، والمكونات دي تخش معاهم في الدماسه، واطفي عليها وتهدى تماما، وابدا اكيسها معاكم في الاكياس اللي انا وريتها لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، مكتوب عليها التاريخ والنوع وكل حاجه، بتسهل عليكي حاجات كتير قوي عشان تعرفي انت حطاها في الفريزر من امتى. كيستها كمان بالطريقه ديت، وهوريكم كمان الفيديو اللي فات انا عملت لها خزنتها بطريقه كمان مختلفه، طريقه العلب زي المحلات بالظبط. هجيب العلب دي موجوده في اي حد بتاع اكياس او بلاستيكات،
وهملى العلبه معايا على قد الاكله كده بالطريقه دي، بتبقى بجد تحفه. شايفين الفول عامل ازاي؟ منظره تحفه 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 بجد، احلى كتير جدا جدا من بره. هكمل العلب بالطريقه ديت في الاكياس اللي قلت لك عليها. ودي كمان طريقه ثالثه، ان تجيبي الكيس وتلبسيه لاي مج او كاس عندك كده على حسب الكميه اللي انت عايزاها، وتحطي كده بالمعلقه بتاعتك على قد المقدار اللي هتاكليه في المره الواحده، عشان يفضل ما ترجعيش حاجه في الاكياس تاني. ودي كانت الطرق بتاعت التخزين بتاعتنا، وطريقه الفول اللي بتجنن التحفه، اللي بجد ما حدش جربها لما عجبته. انا متاكده ان الفيديو هيعجبكم، وقد ايه بسيط وسهل، وكمان في عمايل واسهل كتير، يعني وقت التصوير دايما بياخد وقت اضافي. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو جربتوا الوصفه وعجبتكم قولوا رايكم في الكومنتات، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.